Okay, let's go. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعيني. اليوم يا حبايب قلبي جيت لكم بمقطع من تركيا. عيال الذين يا جماعة بيقحوا شو الزلط حواش. وبعدها أمانة يا جماعة ما بتلاحظوا شيء هذا الأيام. فاليوم ولا أكثر من 20 مسلسل. خاف والله بس الصوت أمانة ما أفلحوا إلا في حاجة واحدة، إنهم أحسن من الهنود. الهنود يا جماعة فالجزء 900 و321 يكتشفوا عدو. أول ما يبدو يكتشفوا الحقيقة يفقد الذاكرة. لكن ما التركيين يعجبوك، يجسوا لهم حلقة ثلاث ودوا لها من طرف لا ما تمسك معاهم بقوة، ترجع لك مدمن مسلسلات. خاف والله يا جماعة. عثمان قتله من أيام الاحتلال. أنا ما يضحكني يا جماعة الذي هو طفرا حالة حالة يجلس له يوم الخميس ذيك يصير يندع تخزينه ويصير يتسلف له 100 وصار عباله عظمى والطرح هذيك الطرحة. ايش فيك ايش معك اليقع معانا عثمان اليوم. هذا الواحد يا جماعة أمانة يركز له على هؤلاء أصحاب المسلسلات المدمنين يعني بقوة، لك تطع النت عليهم. يوم دبور أمانة يخرج سعدهم مشرد، تقول له مالك ايش فيك، يعني يحسسك أنه كان في سجن. يخرج يعني وعيونه مغمضات، لا ما تلقاه خبير مالك يقول لك يا للذين الفاعلين التارك انقطع والنت. يا جماعة اشهد الله انهم مسخوا عقول الجاهل والكبير والصغير. المهم يا جماعة يصير الطالب للمدرسة يسأله الأستاذ ايش اشتيت وقع أن تكبر، يقول له اشتي اسافر تركيا. يعني اقول لكم زرعوا في روسهم خلاص ان هذا تركيا يعني احسن من ما عندنا ايش قايل. والله العظيم يا جماعة نحن كنا جالسين واحد كبير يعني انسان قد عليه جهال وكبار وصغار. المهم جالسين احنا وياه بنقول له يا اخي فكر مثلا لا طلعت لك مثلا سفرية ولا على حساب الدولة انا عتسر لك من مكان. قال والله العظيم ما اختار الله تركيا. اقول له مالك يا حبيبي خاف الله. هذا الواحد يقول عتسر لي عمره ولا سر لي حج ولا يعني خلاص ما عبش يعني خلاص ما عباقي طرحوا في راسهم ولا مسلسلات. تركيا قد يعني اعظم شيء في الدنيا هذه كلها. بعدها يا جماعة حتى على مستوى الحلاقة يدخل له عند الحلاق يقول له احلق لي ساعة يا ماشي. الحلاق يعني اللي بنظرة اشمئزاز يقول له عتحلق يا ولدي ولا ستات تضوء عند امك. يا ابو اشتركتوا في القناة. المهم يا غوالي احنا هنفعل هذا الايام حملة على المسلسلات. ياي كل واحد يدي لي آراءه في التعليقات، يشتينا انتو في المسلسلات التركية يكلمنا في التعليقات وما عليه الا انتو في ابوهم نتف. بالذات حق هذا الايام حق البرعم الاحمر وما ناداري ايش كلهن يعني اشياء تافهة. فيها حبايب قلبي لا تنسوا الاعجاب والاشتراك بالقناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.